السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا، جوزي نزل ورجع، لقيته جاي الساعه 12 بالليل وجايب لي الشكال دي، وبيقول لي اعمليها. عايز يتعشى شكال الساعه 12 بالليل. طبعا كلكم ايه، اكيد في ناس مش عارفينها. الشكال دي بتبقى كده بالشكل، يعني شكلها كده يعني. واهم حاجه تبقى يعني ملحمه، يعني لما تيجي تشتريها بتضغطي كده بحيث تبقى ايه، تبقى ملحمه كده وماسكه نفسها، يعني ما تشتريش ما ت- ماشي. اهم حاجه اللي هي تبقى ملحمه كده، لكن ما تشتريهاش اللي هي تبقى ايه، لو ضغطت عليها كده ولقيتيها فاضيه لا ما تجيبهاش، ملهاش اي لازمه. هتتعمل وهتبقى طعم، ملهاش طعم ولا فيهاش لحمه اساسا يعني. خلاص، هي سهله ويعني بسيطه جدا. هي طبعا بتغسليها وبحطها في طبق كده زي ما انتم شايفين، وبتجيبي حله، اهم حاجه تنشفيها خالص من الميه. وهوريكم بقى ايه طريقه بقى الايه الطبخ بتاع الشكال. سهله جدا يعني. فطبعا ايه، هحط بقى الشكال في الحله. ماشي. بتنزلي بقى بيها في الحله كده اهي. طبعا ايه، زي ما انتم شايفين هكمل الباقي. حطيتها زي ما انتم شايفين كده في الحله. هنضيف ليها ملح وشطه وكمون فقط لا غير. ماشي. بصوا حبايبي، انا حطيت اهو ملح وشطه وكمون فقط لا غير. طبعا انا مش هحط لها ميه، هي ما بيتحطلهاش ميه. هي بتسيبيها بتقلبي طبعا كل البهارات والحاجات اللي انت حطاها دي، وبتقلب يعني بتقلبيهم، وبس بتغطي عليها وعلى النار هي بتنزل ميتها. وطبعا هي بيبقى ليها لون كده بتحمر كده زي الجمبري، لما تيجي تسلقي الجمبري بتحمر. وبتسيبيها حوالي ايه ربع ساعه كده على النار، لغايه ما ايه، ما اللحم بتاعها يستوي مع ايه، مع كل شويه بتقلبي الايه الحله. خلاص، هقلب بقى البهارات. عايزه تقلبي بقى البهارات بقى بمعلقه، بتمسكي الحله كده تنفضيها كده، اي حاجه يعني، ما يعني ده وده شغال يعني. ماشي اهو. انا كده ايه، قلبت الشكال بالكمون والشطه والملح. هغطي بقى النار عليه، اغطي الحله. الاول بتبقي عاملاها على نار عاليه علشان ينزل الايه الميه بتاعته كده ويبدا يستوي. واول ما يبدا اللي هو ينزل ميته ويبدا يحمر معاكي، هنهدي النار علشان ايه، اللحم بتاعها يستوي. وهوريكم طبعا ايه المراحل بتاعته يعني. على فكره بيبقى طعمه مميز وحلو يعني، بس اهم حاجه زي ما قلت لك يكون ملحم، يعني يكون فيه لحم. يعني هو والكابوريا والجمبري طول ما هما فيهم لحم بتاكلي احلى يعني اكله الصراحه يعني. خلاص، هغطي بقى عليها كده. ماشي. وهنسيبها زي ما قلت لكم 10 دقايق كده ونكشف عليها تاني. بعد ما سبتها 10 دقايق، سامعين؟ بصوا لو شايفين كده الايه، تحسي بحاجه بتبقبق كده الميه من تحت، في الحله من تحت. ماشي. هنديها برضو تقليبه كده. بصوا بدات تحمر ازاي اهي. طبعا انا عايزاها كلها تبقى لونها احمر كده. خلاص. اول ما بيبقى كلها لونها احمر هوريها لكم طبعا الخطوات يعني بتاعتها. ماشي. طبعا ايه، الاستاذ محمد عايز شكال، فلازم طبعا ايه نعمل الشكال. هي كده خلاص كلها احمرت. بصوا شايفين الميه من هنا ازاي. هي كده خلاص كلها احمرت. هنوطي بقى عليها النار ونسيبها حوالي ربع ساعه كده عشان اللحم بتاعها ايه يستوي. ماشي. بعد ما قعد اهو استوى. طبعا هو منزل ميه، فطبعا ما ينفعش انك تسيبيه بالميه كده وتقدميه مثلا او تاكليه، لان طبعا هيبقى ايه، تيجي تفصصي. بصي اهي، شايفين الميه دي كده؟ هتيجي تفصصي اللحم هتلاقيه فيه ميه كده. ايه الحل؟ هنصفي الميه دي، هروح اصفي الميه دي في الحوض، وهنعلي بقى عليه النار ونكشف الغطا ونسيبه بقى ينشف لغايه ما تشم ايه يعني ريحه حاجه بتتحرق كده، بس اوعي تولعي فيه يعني. ماشي. بصوا سامعين الصوت؟ بينشف اهو. لازم ينشف سواء كابوريا ولا شكال. بتسلقيهم كده لازم يبقوا ايه، ينشفوا. تمام. هنسيبه بقى ينشف وهوريه لكم في الاخر. اول ما تسمعوه بيطقطق كده تعرفي خلاص اللي هو كده نشف. ماشي. بس كده حبايبي، اهي كده هو خلاص الشكال جاهز ومية مية. حابه بقى، هو اصلا الشكال ده ازازه كده يعني ايه، بنقزقز يعني ما بيشبعش يعني، هو ايه ازازه بس بيبقى طعمه حلو يعني. عايزه تاكليه هتعملي جنبه بقى طحينه، عايزه تاكليه كده ما فيش مشكله يعني، يعني ايه، بيتاكل بكل الطرق يعني. هو في الاول وفي الاخر بيبقى ازازه يعني.
ماشي. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الشكال بتاعتنا عجبتكم. يلا بقى بألف هنا عليك يا أستاذ محمد، على رأي ياسمين، الأخت ياسمين. فأسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.